اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي بدون اهداف. وتعادل الزمالك اليوم ايضا في هذه المجموعه 2-2 امام فريق نيمبا، وايضا تعادل في دوري الابطال فريق بيراميدز امام فريق جوليبا. وبالتالي جوله التعادلات حتى الان للانديه المصريه في الجوله الثانيه. هل المصري على اليسار رمي التماس، ادي الكره الطويله في الامام لكن تغطيه من جانب كريم العراقي، كريم الموزمبيقي الاول رحمه الله على الكابتن ايمن اليمني مدرب المصري السابق طبعا اللي عمل في البطولات الافريقيه العائد بالثلاث نقاط اليمين مع تشامبوكو نقل رحمه الله عليه اللي امضى 6 سنوات. محمود حماده صاحب الهدفين في مرمى، تمريره ارضيه في وسط الملعب. عميد تبقي يلعب كره طويله في الامام على الجهه اليسرى، ولكن تغطيه كريم العراقي. محمد الشامي لدغموم من جديد، اول هجمه تاتي الان للنادي المصري، التسديده مرت خارج المرمى. التسديده الاولى في المباراه تاتي بعد مرور ضغط عالي ياتي الان من جانب لاعبي بلاك بولز. كريم العراقي المحترف السنغالي يلعب تمريره بعرض الملعب لكن مقطوعه من جانب قيه بعد مشاركه اولى. ايضا ترتيب انديه الدوري ب10 نقاط من 3 انتصارات تعادل وحيد. لمسه يد بلاك بولز لعبت عاليه على القائم البعيد، ليبرو يلعب تمريره قويه على الجانب متواصله للاعبين من بدايه اللقاء. من امامه وصلت مره اخرى لفريق بلاك بولز، ولمسه يد على الفريق الموزمبيقي، لمسه يد على فريق بلاك من جديد. يمر من محمد هاشم كريم العراقي، وهذه كرة تعود لميدو جابر. ميدو جابر جول اول للنادي المصري ياتي الان عن طريق ميدو جابر. اول كرة يدخل بها ميدو جابر داخل منطقة الجزاء، راوغ بمهارة وسدد في الزاوية الصعبة المستحيلة. الهدف الاول ياتي الان للمصري البورسعيدي. الثالثة والجولة الرابعة، كرة مرت على القائم البعيد. ميدو جابر هل يضرب من جد لفريق بلاك بولز؟ خطأ وركلة حرة للنادي المصري، خطأ لعمرو السعداوي المدافع الايسر للنادي المصري. صلاح محسن، صلاح يراوغ صلاح امام منطقة الجزاء، يلعب لميدو جابر. ميدو يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تقليل وتسريع الريتم. دغموم ابو بكر يعدي ايوب اللاعب النيجيري، اللعب للحريف ميدو جابر. ميدو الموزمبيقي ورمانتو جابر، عادت لفريق عود لمخلوف. مخلوف سددها يتركها كبور، وتسديده من بعيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا جاد، تسديده صاروخيه من جانب مارتر اكثر من مره. كان في افريقيا مع نقلها العراقي لميدو جابر. دغموم في الجهه اليسرى ويلعب تمريره لصلاح محسن، وخطا وركله حره لدغموم. والحكم النيجيري بيستدعي لاعب بلاك بولز، اعتقد سيوجه له بطاقه صفراء، هيديه انذار. عمرو السعداوي لدغموم اللي بيلعب للشامي، تركها له دغموم. السعداوي يلعبها قويه على القائم حتى الان. ميدو جابر يلعب من لبسه واحده، ميدو جابر لمحمود حماده. الشامي على الجهه اليسرى، محمد الشامي حاول يلعب كرة عرضية لكن ترتد كرة الشامي من جديد، منقولة لموزي. موزي يلعب كرة عرضية وعلى كرة طويلة وعالية في الأمام وسط ملعب فريق طبعا مدرب مساعد الكابتن علي ماهر. حرة لنادي بلاك بولز ملعوبة على القائم القريب، ترتد الشامي الهلال الليبي في الدور الثاني ايضا ليست بالسيئة بالمقارنة. واحمد الارموطي اسباب الاحتجاج ايضا اصابة ميدو جابر. هذه راسية وحكم المباراة ماذا اشار؟ انذار ياتي الان للاعب بلاك بولز، انذار للاعب بلاك بولز. يلعب في الامام لحامد جليل، دفعه وخطا وركله حره للنادي المصري.
هدف خرج بشباك نظيفة في مبارياته الخمسة الأخيرة. فخر الدين بن يوسف يلعب تمريرة في الأمام لصلاح دغموم من وسط الملعب. دغموم وخطأ وركلة حرة. إصرار على ارتكاب الخطأ. وادي نيني أشهر الحكم انذار تاني على التوالي للاعب من لاعبي بلاك بولز في هذه النادي المصري. لاعب السابق أيضا والمشرف الأول أيضا على فريق الكرة بالنادي المصري. تأتي الآن من جانب حامد جليل. عرضية من الجيش فاز 2-0 أمام الجونة. تعادل سلبية. شامي لاعب كرة على الأرض لصلاح محسن. تكون المباراة أسهل بكل تأكيد، ولكن مع محاولة تأتي الآن لكرة عرضية. يلعب تمريرة لمخلوف في وسط الملعب. يدخل العراقي لعمق الملعب. وادي الشامي والتمريرة ولكن مقطوعة من أمام الشامي في اللحظة الأخيرة. جميلة التمريرة من جانب مخلوف. ترتد الهجمة الآن لفريق بلاك بولز مع محاولة للتمرير من جانب جيه الجهة اليمنى. محمود الشامي 3 دقائق وقت بدل من ضائع. ضغط على محائي. فرصة للثاني صلاح محسن. سدد خارج المرمى صلاح محسن، لكن فيها ركنية تخلص من المدافع ببراعة. يلعب ركنية قوية وراسية من صلاح محسن. في الشوط الأول للفريق الموزمبيقي المصري اللي بيخرج الآن من الشوط الأول في هذه المباراة متقدم بهدف مقابل لا شيء. هدف كان سجل جوزيف أوجابور. لم يحمي النادي المصري عن هذه التدخلات. فقد النادي المصري طبعا ورقة مهمة ليه بتبديل الدور التأهيلية. تاني مشاركة خرج من نصف النهائي في 2000 كان حقق اللقب على حساب فريق اورلاندو بايرتس. من لمسة واحدة صلاح محسن لفخر الدين بن يوسف. فخر الدين الروج. يلعب عرضية لدغموم ولكن من امام دغموم كرة مخطوفة في اللحظة الأخيرة. يلعب كرة عرضية ترتد بتسديد الشامي. موقف 1 على 1. الشامي يلعب كرة من جديد. دغموم. محمود حمادة يلعب كرة عرضية. هجمة تأتي الآن لبلاك بولز مع مراوغة ومحاولة لكرة طويلة. بيضغط صلاح محسن. كرة جميلة للشامي على الجهة اليسرى. راح الشامي ومرة 24. يعود من جديد للمشاركة المدرب معين شعبان اللي حاليا يدرب فريق بركان. مدرب مخلوف وحمادة. محمد مخلوف ومحمود حمادة. هدف في إطار مباريات المجموعة الثانية من نقاط. فريق اللاعب باجيه يلعب تمريرة جميلة لدغموم. يلعب كرة عرضية لكن فين المتابعة من جانب فخر الدين بن يوسف وصلاح محسن. مرت الكرة خلف كلا اللاعبين. هذه كرة لفريق بلاك بولز داخل منطقة الجزاء. عرضية لكن 10 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني امام هذا النادي البوركينافي في مباراة طاقة لاعبين النادي المصري. افضل عرضية ورأسية من جانب صلاح محسن لكن كان متسلل صلاح محسن اكتر من اللازم. لازم ينتظر في الأمريرة في الامام للشامي. لو مرت خطيرة الشامي. عادل بدون اهداف في ستيفن. ينزل الان في تشكيلة بلاك بول الا بطولة 7 ألقاب لأندية المغرب. فريق الموزمبيقي ركلة حرة نقلها في الامام لكن مقطوعة من جانب باهر محمدي. ترتد من حكم المباراة. عمل بلوك رائع لهذه التسديدة حكم المباراة النيجيري. لم يحتسب رمي التماس العراقي ولكن العرض له الشامي. دغموم يعدي دغموم ويلعب تمريرة جميلة لكن اللي لعب كرة طويلة في الامام حزاري. من هذه الهجمة الخطيرة وصلت لمحمود جاد. كرة عرضية خطيرة لك فخر الدين بن يوسف. كريم العراقي. علي ماهر بيحصل على انذار او المساعد اللي تقدم الان باهر. دغموم والتمريره في العمق لكن التمريره لموزيه خطيره. العرضيه من جانب موزيه ترتد من جديد. دفاع النادي المصري بيشيل. مخلوف يرجع ولكن تالي لفريق بلاك بولز مخلوف لكن حماش في التسلل من جانب لاعبين النادي المصري. هيسدد من هذا المكان لموزيه. تقدم من جانب فريق بلاك بولز. تمريره خطيره لكن يا ولد باهر المحمدي بيشيل بيشود لاعبي مابوتو بتسجيل هدف التعادل في هذه عبد الرحيم دغموم.
وادي ركنية خطيرة لكن مرت إلى ركلة مرمى، مرت إلى ركلة مرمى. يتفاجأ به، حرك له قطري لكن يلعب لينسى محمود جاد، يمسك بثبات ويكسب خطأ وركلة حرة للنادي المصري. كريم العراقي يلعب عرضية لكن توب عدى بدل الشامي، الكرة العرضية الأرضية لكن مخطوف. يلعب تمريرة جميلة فخر الدين بن يوسف، يلعبها بالرأس لمارتينيو، كرته قوية هذا اللاعب، مرت كرة مارتينيو. فريق بلاك بولز عالية رأسية، جول التعادل يأتي الآن لفريق بلاك بولز. هدف التعادل يأتي الآن بضربة رأسية لفريق بلاك بولز. 1-1 أصبحت النتيجة. فرحة كبيرة لجماهير بلاك بولز بهذا الهدف اللي جاء عن طريق نيني ليبرو الفريق.